أظنك دلوقتي بعد ما انت جربت تقعد مع عيلتك دلوقتي في العيد، وتعيش معاهم أجواء العيد. دلوقتي يمكن حسيت فعلا إن كان فايتك كتير من عمرك، إن هو عرفت إن فعلا السعادة مع أهلك بجد، وإن أحسن وقت وأحلى وقت بتقضيه في حياتك هو وقتك مع أهلك. ف... فدلوقتي لما بتشوف فيديوهات كتير مثلا، دلوقتي أغير حياتي بعد يوم عرفة. طب يوم عرفة اللي هو فرصة إن أنت تغير حياتك، اللي هو يعني الفيديوهات المتداولة دي. هو فعلا يوم عرفة فعلا هو بفرصة إن أنت تغير حياتك، وبرضه فرصة اللي هو ينبهك عن حاجات أنت كنت غافل عنها، زي معاملتك مثلا مع أهلك. يمكن كلنا بنقعد نفكر إن احنا نغير في حياتنا، إن احنا نكون قويين، ما نكونش طيبين، ما نخليش ناس تستغلنا، ننجح أكتر، ما نكسلش نشتغل إلى آخره، ونحقق أحلامنا. كله دي بتبقى الحاجات يعني معظمها يعني. وإن علاقات بقى مع أصحابنا كانت وحشة، فنشوف مين، وعلاقات مع الناس، حاجات الأمور دي يعني وانتوا عارفينها طبعا، بتبحثوا عنها في الفيديوهات وبتشوفوها كتير يعني على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. لكن مثلا نادرا مثلا حد ياخد باله من معاملته مع أهله. يعني ممكن يكون الحل المشاكل ده هو معاملتك مع أهلك. يعني انت بتدور على حل الحاجات دي والأمور دي وناسي أهلك، إن هما مثلا لما ممكن تبدأ تتعامل معاهم وتديلهم حقوقك، وتديلهم حقوقهم عليك، وبعد كده لما تبدأ تديلهم حقوقهم عليك وتعاملهم بقى بحب، مش اللي هو كواجب للأسف، اللي هم عشان أهلك فبتعاملهم كواجب. فساعتها تحس ان بعد كده كل مشاكلك دي كلها مش مشاكلك اللي انت ممكن تكون طيب، او مشاكلك في تعاملك مع الناس او استغلال الناس ليك، بتلاقيها بتتحل على طول، وبتلاقي ربنا بيفتح عليك، وبتلاقي فعلا ان كان اهلك فعلا كان ناقص ان انت كنت فعلا تقعد مع نفسك يوم وتقول فعلا انا مقصر مع اهلي، ان انا فعلا مش مدي اهلي حقي. معاملة فعلا الناس دي فعلا، يعني كل مرة بفكر ان انا اغير في حياتي واغير نفسي واكون الاحسن بنسى اهلي. فهو فعلا انت محتاج قبل ما، يعني نصيحتي ليك، اللي انت قبل ما تغير حياتك بعد يوم عرفة واليوم المبارك ده، تفكر تغير الحياة، تغير الأول علاقتك مع أهلك. يمكن هي حل مشاكلك، وزائد ان انت هتحس حياتك مختلفة خالص بعد ما تغير معاملتك مع أهلك.